السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عرب احنا مهد الديانات وعيننا الافضل، ولكن هذا دانييلي اورساتو الايطالي يطلق اشاره الانطلاق. الموعد المنتظر، خطيره، ملعوبه اولى وخط لالغاء الهدف اوفسايد. فقط العنابي بمقارعه اعطى لابس كرة بالراس ترجع على منتخب النعس ومنشط ايضا في عنصر بسيكولوجي نفسي للكومبول بالبيت بالارض والجمهور. بالامكان يكون امريكي جنوبي اكثر مره من 20 سنه نحس انه القاره اللاتينيه بالشكل الهجومي خطير التحضير في الماتش، خطير العرضيه والدفاع موجود والتماس للاكوادور. عبد الكريم حسن من الشباب نظمتها قطر ركنيه تمشي للاكوادور. تكنولوجيا راس خطيره، الكرات الطويله في البدايات لكاس العالم. فالنسيا من جديد، فالنسيا ضربه جزاء للفريق الاكوادوري. عرقله من سعد الشيب ويتقدم فالنسيا والهدف الاول في المونديال. نفس اللقطه من فالنسيا لمرات وكتب له ان يكون صاحب هدف الافتتاح في كاس الأكثر ألقاب ب5، لعلها تكون بذكريات 5 للإكوادور. خطيرة جدا الإكوادور، فرصة كبيرة للإكوادور وكرة فيها تسلل أمريكا والعرب في 78 على المكسيك. 3 في المجموعات وهناك 4 أو 5 فرق عربية. خطيرة جدا الكرة الطويلة ياخذ فيها الدقائق القادمة بدون قبول الهدف. تونس ضد الدنمارك، السعودية ضد الأرجنتين. إكوادوري يبريسي والفوق حط بدنه بامتياز. 60,000 يخسر الكرة المشتركة وتمشي كرة للمنتخب الإكوادوري. فاول ووصول السد نانخيلو بريسيادو. كرة طويلة من راوي السد وانتهى التعادل 1-1. الاكوادور خطيره مشي شوط وكره عاليه. تعادل على كل كالعاده خصوصي. هنا يساند المنتخب القطري وهذا أولترا عربي على فكره، موحد بين اكبر. كان انذار. كره طويله، ضربه راس والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترق يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطوله. كنت اتمنى ان اقولها على عفيف. لهم الاكوادور في مشاركتها الرفيف. عبد الكريم حنيه من الكومبول يتالق ويكون الحصان الاسود واوتسايدر في البطوله. عرفش يعمل وعارف. اسماعيل جالينديز شوف بالراس، شوف ياخذوا في كل الكرات. منتخب العنابي في شوطنا الاول. منتخب قطر مدجج بالانصار وفي ارضه. اذا يتاخر الهدف الافتتاحي في 20 دقيقه 25 دقيقه تمشي كره ملعوبه طويله ترتحل الى كيتو عاصر من الاطراف. فالنسيا يلعب الهاتريك والدفاع يتصدى. الدفاع القطري من الراوي بس هذه الدقائق هنا في ملعب البيت. ثنائيه يربحها المنتخب العنابي. 5 دقائق لنهايه. اكرموا الجول. فقط جنوب افريقيا 2010 فشلوا في الصعود للسكند راوند على 21 بطوله. اكثر من هكا. طويله كوره على الطريقه الانجليزيه العاليه الكل. وقت ضايع. يتوقف 2-1 وكوره برا ممتازه. كوره ممتازه جدا بعيد. منتخب الاكوادور التريكولور وفي حاول يجري ويتعب المنتخب القطري بدنيا. حضر مليح ماتشو كريم. عبد الكريم على اليسار فكر فيها، الدفاع يقطعها والخطا في كره تعود للعنابي عن طريق الهيدوس وبالراس ضاعت الكره على المعز علي. قطع النظر من التسلل من عدمه. الضغط هي الامل والاماني والطموح والرغبه في العوده، وهي دفع الجمهور وهي دوافع البدايات في كاس العالم. اكوادور 38 في سيلعبون يرجعوا. لا العراقي والاماراتي خسروا اول ماتش في المونديال الميدان. كره قبل عنابي اداء افضل. ترجع كره بالعقول. انتصار في الثنائيات بعيد على فالنسيا. هو كاس اسيا
فوات فرديه مأثره على الجماعه يعني. كره خطيره والدفاع يتصدى، كره لا تري، الكره في القاب في البطوله 5 للبرازيل، 2 للارجنتينا و2 للأوروغواي. اول بطل للسيليستي. المحاوله خطيره والثلاثيه قريبه، والكره في الاخير تختار البعد الريمونتادا. هذا ما اقراه خطير، والكره قريبه والثلاثيه فسخها سعد الشيب بامتياز. برافو سعد يفسخ ثلاثيه، يرجع يفك الكره، ترجع الكره من عفيف، وفي خطه ورقه صفراء، انذار على الاكوادوري. حطوا الكره، ظروف وتعبت الظروف الشهير والخطير كوبيات لمحاوله استعادتها بالسهله للحارس. تخرى الحقيقه حاتم الدفاع والتماس، وكره من تنفيذ اكرم عفيف 86 بالراس ممتازه، والخطوره ترجع على مرمى جالينديز. هجومي يلقى الحل الان العنابي في الشوط الثاني انه يطول كره باش يتفادى قوه وسط عبد الكريم. العرضيه هذه ليه والكره تهرب به في قيمه وقمه الحماس. خطيره جدا الكره، انتصار والظهور الاول مميز. نسجل، يلزم نسجل اكثر من الخصم. يلعب الكره كايسيدو، فبالتالي كان المفروض تغييرات من بدايه وسط. يرجع تحت ضغط بيدرو، وفي خطه بتدخل الايطالي دانييل اورساتو. كره تمشي خطيره والراسيه، رجع احتفاظ بالكره الاستحن الحمر بلجيكا. ماشي اوفسايد، فما توزيعه، شوت يا عفيف، يشوت عفيف والكره برا اوت. الله مستحيل، الله يتساقطون، يتراقصون، يسقطون بالخمسة. الله مستحيل، الله يتساقطون، يتراقصون، يسقطون بالخمسة. إنفانتينو بعد الهجوم على قطر على أوروبا الاعتذار للعالم 3000 سنة. وجه السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات حادة لما وصفه بالحملات التي تعرض لها فيفا من قبل أوروبا بسبب تنظيم كأس العالم 2022 في قطر. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي صباح السبت في العاصمة القطرية الدوحة: لا أخفيكم سرا، هذه الحملات جعلتني حزينا، لكنني لا أتراجع، لأنني لمست بنفسي حجم ما بذلته قطر من مجهود لاستضافة المونديال. وأضاف: أشعر أنني قطري وعربي وإفريقي، وأشعر بما تشعر به هذه الشعوب وما قدمته قطر لإنجاح هذه النسخة، ولكن ما فعله الأوروبيون خلال 3000 عاما مضت يجعلهم مطالبين بالاعتذار للعالم في نفس المدة مستقبلا قبل أن يعطوا دروسا للآخرين.